دي من احلى الاكلات المنقذه، بتسعفني واقدر اغير في مكوناتها بكل سهوله. لو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناه. ويلا نبدا وصفتنا النهارده اللي سهله وسريعه ومتاكده هتعجبكم. اول حاجه في الحله على النار حطيت قطعه من الزبده، ممكن نستخدم سمنه عادي. هضيف عليها اللحمه اللي انا قطعتها شرايح، كان عندي بواقي لحمه كده بفتيك قطعتها شرايح بالشكل ده لان كميتها كانت قليله. بعد كده هضيف طبعا كل الكمية. بعد كده هرش عليها رشة من الفلفل الاسود وهسيبها تاخد لون من على اول جنب. هي متقطعة رفيع ومش هتاخد وقت خالص، هخليها تاخد لون من على اول جنب، هقلبها واسيبها تاخد لون من على الجنب التاني. طبعا ممكن نزود الكمية وممكن نستخدم فراخ بدل اللحمة، هتدينا برضو طعم حلو ونتيجة حلوة. وبعد ما هنشوحها مع رشة الفلفل بس هتاخد اللون الحلو وهنطلعها زي ما انتوا شايفين كده، واخدة لون حلو جدا. هطلعها وبعد كده في نفس الحلة او الطاسة هشوح البتنجان. انا كان عندي واحدة بتنجان متبقية في التلاجة حبيت استخدمها، ممكن جزر، ممكن كوسة، سبانخ بتطلع حلوة قوي، او اي خضار متوفر عندكم. هديها تشويحة كده للبتنجان بعد ما قطعته ورشيت عليه رشة من الملح. بصفيه كويس وبقليه زي ما انتوا شايفين في كمية بسيطة من الزيت مش كتيرة قوي. هطلعه بعد كده هصفيه. طبعا ممكن تصفوه على ورق مطبخ عادي، صفوه كويس زي ما تحبوا، بس انا كده بالنسبه لي تمام. هطلع كل الكميه وبعد كده في نفس الطاسه او الحله اللي احنا عملنا فيها هنكمل باقي الوصفه. بصلايه متوسطه وهبدأ أشوحها لحد ما ريحتها تبدأ تطلع. بعد كده هضيف عليها باقي الإضافات. هضيف شرايح من التوم، أنا استخدمت 5 فصوص توم مقطعهم شرايح كده، ممكن توم مهروس عادي جدا. هبدأ أقلبه مع البصل لحد ما ريحته تبدأ تطلع. بعد كده هستخدم كيس لسان عصفور، هضيف كيس كامل من لسان العصفور وهبدأ أشوحه بقى مع البصل والثوم، بياخد ريحة وطعم خطير. ضفت 1 فلفل حار، ده اختياري، ممكن فلفل أخضر ممكن فلفل ألوان، بيطلع برضو حلو قوي. وهبدأ أقلب كل ده مع بعضه تاني لحد ما لسان العصفور ياخد لون حلو، انا عايزاه ياخد لون ذهبي حلو. بعد كده هضيف عليه باقي الاضافات بسيطه جدا وخلاص قربنا نخلص الوصفه. هعمل فتحه بالشكل ده وهضيف معلقه من معلقه لمعلقتين من صلصه الطماطم، ممكن مكعبات طماطم نقطعها او ممكن كمان عصير طماطم، رشه السكر. وبعد كده هنقلب الطماطم مع لسان العصفور، هنغلفه كله بصلصه الطماطم اللي احنا ضفناها. وبعد كده هضيف التوابل. انا النهارده هستخدم ملح وفلفل 7 بهارات وبابريكا مدخنه بس، هضيفهم وهديهم تقليبه برضو تاني مع لسان العصفور. وبعد كده هنضيف الميه السخنه او المرقه. انا ما كانش عندي مرقه، استخدمت ميه سخنه عاديه جدا، مهم قوي تبقى سخنه. ولسان العصفور بياخد ميه زي تسويه الرز العادي خالص، الميه بتكون مغطياه بالشكل اللي انتوا هتشوفوه كده. هنضيف طبعا، هنرجع اللحمه وكمان هنرجع البتنجان اللي احنا قليناه واي طبعا خضار تاني، وهنديهم تقليبه كده مع بعض. اول ما الشوربه او لسان العصفور يغلي مع الخضار والمرقه او الميه اللي احنا ضفناها هنسيبه يغلي وتقل ميته تماما. وبعد كده هنغطي عليه كأننا بنسويه رز عادي جدا، هنغطي عليه ونسيبه يكمل سوا. وكده خلاص الأكلة خلصت، بتخلص في نص ساعة. أكلة سهلة جدا وبسيطة وسريعة ومتأكدة هتعجبكم. ممكن تتعمل بأي بواقي عندكم في التلاجة، جربوها ومتأكدة هتحبوها ومتأكدة هتعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا شير ولايك.